الزمالك خسر مباراة القمة والمباراة خلصت. بعد المباراة سمعنا إن اجتماع طارئ، وده الطبيعي، اجتماع طارئ للإدارة لكل الموجود والقائمين في نادي الزمالك وكل اللي ليهم كلمة وكل اللي بنسمع صوتهم وكل اللي بنتفرج عليهم في البرامج على الشاشات كل يوم. الاجتماع ده طبيعي، وإن كمان يكون في المدير الفني، والمفروض كمان بعد الاجتماع يبقى في اجتماع مع اللعيبة لأنك خسرت مباراة قمة قصاد الفريق المنافس ليك في الديربي اللي الناس كلها سافرت من كل البلاد عشان تتفرج عليك وانت ولا هنا. كمان مش كده وبس، انت خسرت قصاد الفريق المنافس ليك وهو في أسوأ حالاته وانت في أفضل حالاتك. كمان تغييرات المدرب اللي مش لاقيين لها تفسير. كمان اللعيبة والأداء اللي حصل في المباراة لا يشفع ولا ينفع، واللعيبة يعني أقل من سيئة. أنت معاك الكرة أول 10 دقايق ضيعت انفرادين مش فرصتين وبس، بعد كده نخسر المباراة 2-1، بعد كده اجتماع طارئ وده الصح، بعد كده الاجتماع يتلغي، بعد كده المدرب هيتغير. طب أنت هتغير المدرب هتجيب مين؟ جبت الأجنبي وما نفعش. لكن هي المشكلة كلها مش في المدرب، لا المدرب بياخد فلوس ولا اللعيبة بتاخد فلوس. هتلعب ازاي؟ والمدرب هيشتغل ازاي؟ انت موفر ايه؟ انت وفرت اللعيبة وقلت للمدرب خد اتفضل اللعيبة معاك بكرة، تعالى نجيب لك برازيلي، انا جايب لك شيكو بنزا الاناني. ده البرازيلي مش زيه، رغم البرازيليين معروف عنهم ان هم كتار بزيادة في المهارة، يعني بيحب يحتفظ بالكرة بزيادة، وهي دي الكرة البرازيلية. نسكت هنا؟ لا. طب انت ادي فلوس للعيب كل شهر، يعني انت اللعيب علشان يلعب لازم ياخد فلوس، ده الطبيعي وده العرف وده حقه. لكن انت مش بتدي اللعيب حقه، مش بتدي المدرب حقه، مش شايفين اي حاجة. يعني اكتشفنا قبل المباراة انك صرفت شوية مستحقات للعيبة بفلوس حد اتبرع بيها، وبعد كده انت قلت انك هتاخد قرض. طيب انت يا عم خدت القرض، لما بعد المباراة ما خلصت وخسر الزمالك ده مش فارقة معاك القرض. ليه؟ لأن كده كده أنت خسرت المباراة، مش عايز تفرح اللعيبة ومش عايز تديهم فلوس. طب ما هم نفس المشكلة، مش هيلعب اللعيب، هيلعب إزاي وهو مش بياخد فلوس؟ يعني تعالى أنت فهمني، المدرب هيشتغل إزاي وهو مش بياخد فلوس؟ إذا كان هو أصلا مش عارف يبقى مستقر ماديا المدرب عشان يفكر لك أنت في شغلك. مشيتها من الرمادي، واحد خد معاك كاس مصر، واحد فاز على بيراميدز في نصف نهائي كاس مصر بعد ما انت كل شويه كنت بتتاخر في النتيجه وبيرجع الزمالك، وكان عامل روح للعيبه ما حصلتش قبل اي صفقه ليك. انت مشيتها من الرمادي. طب انت دلوقتي هتجيب مين؟ انت في رحله البحث عن مدرب، طب هتجيب ازاي مدرب وانت مش معاك فلوس تدفع له؟ نرجع ايمن الرمادي تاني، لو رجع ايمن الرمادي تاني يبقى شكرا ويتشال فوق الراس، لانه هيقبل الولايه من تاني لتدريب نادي الزمالك، رغم ان ايمن الرمادي على فكره مش زملكاوي، رغم الروح اللي عملها وانت مشيته. انت هترجعه باي حق دلوقتي؟ المفروض انك ترجعه وكمان تديله زياده، فلوس زياده، انك جبت الاقدم ما نفعش. طب انت ترجع ايمن الرمادي ومش هتديله فلوس، مش هتدي برضه للعيبه فلوس، اللعيبه هتلعب ازاي؟ ايمن الرمادي هيشتغل ازاي؟ نفس المشكله بعد ما ياخد بيك بطوله ولا حاجه وتمشيه. نسمع ان ما خدش فلوس من يوم ما جه الزمالك، ان نص فلوسه ما خدهاش، ان نص فلوسه سامح فيها وما فرقتش معاه وقال مش عايزها. يعني الموضوع مش طبيعي. شيكو بنزا بعد المباراه ينزل وصلة رقص ليه وفرحان، والزمالك مهزوم في الديربي 2-1 وشكله ما كانش حلو. الزمالك شيكو بنزا بعد المباراة ينزل في وسط رقص ليه. ناصر ماهر يعني مش لاقي له وصف. عبد الله السعيد ضيع ضربة الجزاء اللي هو أكبر لعيب، اللي هو
اللاعب المفروض يكون هو المدير الفني جوا الملعب بعد تضييعه لضربة الجزاء ما يشوفوش طول المباراة تاني. حاجات غريبة بتحصل في الزمالك بس مصممة تتكرر، يعني مفيش أي حاجة في الزمالك بتتغير. لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وانزل في التعليقات قول لنا رأيك ايه، انت شفت الزمالك بيتغير عن كده او شايف انه هيحصل تغيير على يد المجلس ده ولا لا؟ لكن من وجهة نظري مش هيحصل تغيير، هو الزمالك يبقى الحال على ما هو عليه، لكن احنا بنتمنى ان الزمالك يرجع، لكن الزمالك يتوقف على الماديات. الخبر الأخير، الزمالك عايز يبيع عواد. الزمالك عايز يبيع عواد في يناير القادم. أو أنت تبيع عواد عشان سيولة مالية؟ يعني عواد هيعوض لك السيولة المالية اللي أنت مش بتلعب وشوف ليك قد إيه. عواد دلوقتي هو اللي هيعوض لك السيولة المالية؟ أنا مش شايف كده أصلا، مش شايف أي حاجة من الأساس. عواد لما كان في عز مجده وجاله اكتر من عرض من الدوري السعودي او الدوري القطري، انت ما رضيتش تفرط فيه وكل ده عمود الفريق وانا ببني عليه وانا وكان جاي له فلوس كتير. دلوقتي ما هتبيعه ازاي؟ هتروح تعرضه للبيع يجيب اقل واقل واقل، ممكن كمان يقول له مش عايز امشي. ليه يا عم عواد مش عايز تمشي؟ عايز مستحقاتي كامله لحد النهارده وانا امشي، وده حقه. لكن الزمالك مش معاه كده. ونرجع لنفس المشكله بتاعت زيزو، اللي الزمالك ما كانش معاه يديله مستحقاته وما كانش معاه يجدد له، وفجأة مشي منك كده بطريقة يعني غصبتك انك ما تعرفش تتكلم ولا فيها اي مبرر، انت مش معاك عشان تتكلم. الزمالك محتاج اعادة هيكلة، الزمالك محتاج تغيير. لو وصلت لك الحلقة ما تنسناش لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا.